150 ليرة على الليرة التركية. أحيانا يختلف لما احنا نحول إلى الدولار، لأنه لا نرسل الليرة التركية إلى غزة، نحول إلى دولار. فأحيانا سعر الليرة يكون منخفض. Filistin merkezli olan İhsan İnsani Yardımlaşma Derneği ile daha önce Gazze'deki yetimlerle birlikte Suriye ve Lübnan'da bulunan Filistinli muhacirlerin yetimlerine bakıyorduk. Bu süreçte biraz daha Gazze'deki mağduriyetleri gidermek adına Gazze'ye Derman Ol kampanyamız çerçevesinde yetim sayılarımızı artırdık. İnşallah yeni şehit olan mücahitlerin ailelerinden yetim ekleyeceğiz. Onların bir yıllık inşallah Rabbim nasip ederse bir yıllık sponsorlukları için şu anda görüşme yapıyoruz İhsan İnsani Yardımlaşma Derneği ile. Şimdi bu Gazze'ye yapılan son saldırılarla birlikte yetim çocuklarımızın sayıları arttı. Daha önce kendilerine İhsan Derneği aracılığıyla her bir yetim için 150 TL veriyorduk. Bugünden itibaren bu Gazze'ye Derman Ol projesiyle birlikte inşallah yeni yetimlerimize ayda $50 bir yardım yapacağız. Hem 150 TL'nin biliyorsunuz dolar da yükseliyor. Orada çok fazla ihtiyaçlarını göremiyorlar. Biz de bu vesileyle inşallah her bir yetim için $50 bundan sonraki günler itibariyle planlıyoruz. Bunun dışında yine bu Gazze'ye Derman Ol kampanyamız çerçevesinde insani yardımlarımız da inşallah olacak yani. Şimdi bu kampanya çerçevesinde biz daha önce de İhsan Yardım Kuruluşu, İnsani Yardım Kuruluşu ile bir protokolümüz var. Onlar biz hesaplarımıza gelen paraları kendileri bize proje hazırlıyorlar. Bu projeler dahilinde kendilerine biz paraları gönderiyoruz. Onlar da Filistin'deki dernekler aracılığıyla Gazze'deki yetimlere ulaştırıyorlar. Bu vesileyle çalışmalarımız devam ediyor. Biz hem bu görüşmemizde Gazze'nin son durumu, yetim ailelerin durumunu hem konuşup değerlendirdik. Hem bundan sonra yapılabilecek yardımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. بداية نحن نشكر الإخوة في وقف الأيتام على ما يقدمون من كفالات للأيتام، خاصة الآن في كفالات في أيتام غزة لأبناء الشهداء. وهذا أمر يعني نشكرهم كثيرا على هذا الموقف النبيل تجاه أهلنا وشعبنا في غزة بعد هذه المعاناة، بعد هذه الحرب الأخيرة. طبعا نحن هذا ليس غريبا على أبناء الشعب التركي، على تركيا التي تقف موقفا سياسيا من الحكومة، وتقف يعني موقف إيجابي من الحكومة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الشعب التركي من خلال المؤسسات الإنسانية والإغاثية التي تقدم المساندة والمساعدة لأهلنا في فلسطين، في الضفة الغربية، في القدس، في الأقصى، في غزة. نشكرهم كثيرا على هذا الموقف النبيل وعلى هذا الموقف الشجاع في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية إلى مؤامرة كبرى من مؤامرة صفقة القرن والاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني. الحمد لله جاءت هذه الانتفاضة الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى والمعركة الأخيرة لتوحد الشعب الفلسطيني صفا واحدا، وتوحد الأمة خلف الشعب الفلسطيني من أجل القدس ومن أجل تحرير القدس بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحرير كل الأرض المقدسة فلسطين بإذنه تعالى. نحن نوجه نداء يعني للشعب التركي من أجل مساعدة أهلنا في غزة بعد هذا الدمار الذي حصل من قبل قوات العدو الصهيوني. تم تدمير يعني آلاف المنازل والحق الأضرار الكثيرة بها، والمؤسسات العامة من مدارس، من مؤسسات طبية. نحن نناشد أهلنا والشعب التركي
بالمساعدة والمساهمة في صيانة هذه البيوت المتضررة من أجل إعادة أهلها وليسكنوا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا في المساعدات الطبية للمشافي والمؤسسات الطبية سواء بالأجهزة الطبية والأدوية، بالإضافة إلى كفالة العائلات الفلسطينية بشكل عام. نعم، يكون هناك توأمة ما بين العائلات التركية والعائلات الفلسطينية في داخل غزة، وكفالة أبناء الشهداء. هذا النداء نتوجه به إلى كل أبناء الشعب التركي من أجل المساهمة والمساندة بإذن الله سبحانه وتعالى، وشاكرين لهم هذا كل ما يقدمون، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويتقبل منا ومنهم في صالح الأعمال.